بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شعب المغرب من الشعوب التي تسعد بصحبتها. لو حد سألك ايه هي صفات الشعب المغربي، هي صفات كثيرة، لكن أول صفة ممكن تخطر على ذهنك أو على الأقل بالنسبة لي، والحمد لله أنا تعاملت مع أفراد كثيرة جدا جدا من الشعب المغربي، سواء في المغرب نفسها في أثناء زيارتي للمغرب أو في دول العالم المختلفة. أول صفة تيجي على ذهني على طول أقول الكرم. كرم الشعب المغربي هو أمر لافت جدا للنظر، لافت للنظر لمن عاصر المغاربة في زماننا الآن، ولمن عاصرهم في أزمان سابقة، ولمن عاصرهم في عمق التاريخ. يعني أمر لافت زي ما يكون في الجينات بتوع الشعب المغربي الكريم، إن هذا الأمر متأصل، بيعملوه كأنه نوع من التدين والتقرب إلى الله عز وجل، لأنه بيعملوه بإخلاص شديد وبرغبة حقيقية في إسعاد من يكرمون من الناس. حتى ممكن الناس دي تكون يعني غريبة عليها، أول مرة تشوفها، لكن ده سلوك الحقيقة من الأخلاقيات الرائعة للشعب المغربي. أنا الحقيقة في الكلمة ديت أنا بوجه الشكر طبعا للشعب المغربي كله في بلاد المغرب نفسها أو في العالم كله، وبشكرهم على اللي قدموا لي أنا على مستوى الشخصي أو على المسلمين بشكل عام أو حتى على غير المسلمين، لأن هذا السلوك مع غير المسلمين أدى إلى إسلام كثير من الناس، وده مشهور عن أهل المغرب أنهم كانوا سبب في إسلام عدد كبير من البشر. أنا الحقيقة لي تجارب جميلة جدا مع أهل المغرب. يعني أنا لما أجي أذكر يعني سفريات لي أو رحلات إلى خارج مصر وأذكر لقاءاتي مع بعض المغاربة، دايما تكون لقاءات سعيدة، ودايما تكون لقاءات مثمرة أو لقاءات فيها نوع من الفضل الكبير لهم عليا. أول زيارة أنا زرتها لباريس أعتقد كانت سنة 2003 أو 2004، اللي استقبلني عدد كبير جدا من المغاربة. يعني أذكر أن أول مرة كلت في بيت مغربي في زيارة خارجية في باريس يعني، وعزمنا. أذكر اليوم ده الحقيقة بشكل جيد جدا في الذاكرة بتاعتي، محفور، لأن هو كان في أحداث طريفة. هم أول ما وضعوا الطعام في بيت هذا الأخ المغربي الكريم، وضعوا كميات كبيرة جدا من السلطة وأنواع مختلفة من السلطة جميلة الحقيقة كتير وكلها مشبعة، والترابيزة اتملت على آخرها، وانا اكلت وتخيلت ان هو ده الاكل، لان كان في حاجات جوه السلطه نفسها مشبعه، يعني فيها اشياء من اللحوم، فيها اشياء من البيض، فيها اشياء